إلى الرياض ومن أمام ملعب مرسول بارك تحديدا ينضم إلينا خالد الخضير الرئيس، أو من داخل الملعب خالد الخضير الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل السعودية. حياك الله السيد خالد. يعني بودي أن أسألك أولا وش اللي صار بالضبط يعني علشان يتم اللي حصل اليوم؟ طبعا احنا كل يوم حوالي الساعة 10 صباحا يصير في تشيك فحوصات على جاهزية الملعب، من حيث الكهرباء، من حيث البوابات، من حيث الكشافات الإنارة. ولاحظنا أنه في أعطال كهربائية على حوالي الظهر، وحرصا على سلامة الجمهور الزملاء في إدارة الملعب وجهوا خطاب إلى الرابطة ينوهون في المخاطرة اللي موجودة في الملعب إذا أقامت المباراة. يعني أنت بحسب كلامك تقول أنه في أعطال كهربائية اكتشفتوها الظهر، صحيح؟ صحيح، نعم، أي نعم. طيب ليش ما بلغتوا من وقت مبكر حتى يعني يكون لدى الرابطة حل آخر بديل، مثلا نقل المباراة الملعب الملز أو مثلا مقر نادي النصر أو تدارك الأمر؟ يعني احنا على وقت الظهر أول ما تداركنا الأمر رسلنا خطاب وكان واضح وتم الرد بعدها على طول. طيب أبرز الأشياء اللي تعرضت للأضرار، إذا كان في أضرار كبيرة، و يعني أعتقد أنه ما راح تتم تأجيل المباراة إلا أنه في أشياء فعلا أصبحت غير عاملة الآن، لا يعني لا تعمل. صحيح صحيح. طبعا أهم شيء عندنا احنا سلامة الجمهور والحضور واللعيبة. اليوم عندك الكشافات زي ما انت شايف الملعب مظلم شوي، وما هي يعني الإنارة في بعضها تشتغل بعضها ما تشتغل. عندنا أيضا بوابات الدخول في بعضها تشتغل بعضها ما تشتغل، فالأكسس والسكانر عطلان. وحرصنا احنا صراحة أهم حاجة بالنسبة لنا وإدارة الملعب هو حرص على سلامة الحضور والجماهير. يعني هل كان في خطر بالفعل ممكن أنه يحصل لا قدر الله للجماهير لو كانوا قيمة المباراة في وقتها؟ أكيد أكيد، لأنه أنت تعرف إذا البوابات ما تشتغل وصار في تجمهر عند البوابات هذه ممكن تسبب يعني إشكالية كبيرة. وبنفس الوقت الأعطال الفنية الأخرى مثل الكشافات هذه يعني فيها خطر على اللعيبة أيضا. لذلك يعني حنا بخطابنا أخلينا مسؤوليتنا كإدارة. يعني مهم جدا بالنسبة لنا سلامة الجمهور والحمد لله. يعني أنا أشكر صراحة الإدارة أنها كتبت الخطاب هذا بشكل سريع ورسالتها إلى الرابطة لاتخاذ قرار. جميل. الآن الملعب هل سيكون جاهز لمباراة الفريقين بكرة؟ يعني إذا عرفنا أنه تم تأجيلها فقط 24 ساعة، يعني كيف تضمنون كشركة أن يكون الملعب جاهز في خلال أقل من 24 ساعة؟ وهل سيكون هناك تشييكات يعني مبكرا؟ الزملاء الآن أكيد الزملاء الآن شغالين وموجودين في الملعب وشغالين أوفر تايم لين ما تخلص وتنحل المشاكل بإذن الله. وبإذن الله بكرة حنكون على تم استعداد بإذن الله. وهالمشكلات هذه هل أنتم عندكم خطة لعدم تكرارها لاحقا؟ يعني مو معقول كل ما امطرت الرياض يعني يتعطل الملعب. والله قدر الله ما شاء فعل. طبعا أنت اليوم تشوف حتى عندك أحد الزونات في موسم الرياض أيضا تقفلت بسبب الأمطار. فيعني في أشياء ما هي يعني ما نقدر نسوي لها شيء، يعني هذا قدر. إن شاء الله بإذن الله عز وجل أنكم تكونون في جاهزية تامة دائما وأبدا كما عودتم جماهيركم على ذلك. كنت معنا من الرياض خالد الخضير الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل السعودية. شكرا جزيلا لك سيد خالد.